بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وخوتنا الجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين وكاع تيشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجميع متتبعي محتوى السجون المغربية وجميع متتبعي قناة خليل النور النزهاء، غير النزهاء والله يمت تنقسم لكم بالله إلا دعيتكم غير الله على ديك الفتنة اللي تديروا ما بين صناع محتوى السجون المغربية. ما تنسلم عليكم، ما تنعطيكم التحية، ما حتى شي حاجة، تنعطيها للشرفاء والأوفياء والنزهاء ديال المحتوى السجون المغربية، الناس اللي مدمنة على محتوى السجون المغربية وتستافاد هما صناع الفتنة. لا مهم ما عليناش. تحياتي لكم الشرفاء والنزهاء الأحرار. خوتنا ديديكاس معيشه وديديكاس لخويا جبران واختي الصغيره والله يرحمها ويرحمهم في النهار هذا، ديديكاس لخويا جواد نزل الانجليز، خويا انس نزل الامريكان، وخونا السي محمد تا هو، وخونا حسين والناس ديال السطات، ربي يحفظك اخويا حسين، وديديكاس لكم كاملين اخوتي الحباب والغاليه، ربي يحفظكم. تحياتي لكم واحتراماتي لكم وتقدير لكم جميعا اخوتي الحباب. خوتي الشباب، انا ديما هو الضمير اللي يبقي انبك بعد من القرقوبي، بعد من الخمر، بعد من الرفقاء السوء. تربح حياتك، والله الا تربح حياتك اخويا، ودير الراي ديال والديك، مازال ما بديتيش، ما تبداش. حنا تنعاودوا اي قصص، داكشي اللي واقع، داكشي اللي وقع شحال هادي، ولا جينا نعاودوا لك داكشي اللي واقع دابا، راه العذاب، راه تماره، راه بزاف د الحوايج. خلينا من داكشي اللي داز على اي سجين ايامات الحبس، ما كاينش يزهق منها كما تنقول لكم وكما قلت لكم في فيديو اخر. ودابا سير تشوف دابا كما قال خويا حميد مهاجر، تحياتي ليه، باقا الحقره. انت اللي سولتيني على واش باقا الحقره في السجون المغربي، باقا الحقره من طرف بعض الموظفه غير نزهاء. المهم اخوتنا، ربي يحفظكم ويسعدكم، واليوم جيناكم بالقصه. هاد القصه خوتي الشباب، شوفوا، انا اعوذ بالله من قلت، انا الاب ديالي فقيه وقارئ القران وتنعرفوا شويه في الدين من داكشي اللي علمنا الله تعالى سبحانه وتعالى هكاك. وكانت غدار بيا، كانت غدار بيا. هذه هي القصه اللي نعاود لكم اليوم اخوتي. انا السجن المحلي ديال تيفلت واحد، فاش يلاه نزلت فيه في 2013. فين داوني؟ عاودت لكم، كان معايا طومبو، داوني الحيبه غير سيلونات ماشي الف، داوني غير حيبه لاصق فيها الكارتي ديال باق ديال الناس ديال ما عليناش اخوتي. فاش داوني تما تنشد دوايا كما قلت لكم، ولكن اخوتي الحمام، كاين الحمام مفروق ما بين هذيك حيبه اللي فيها حنا عاديين وما بين هاد الناس ديال تندخلوا. كاين موظف جالس معاهم تما، وهذا الموظف تحياتي ليه ولد البلاد ومدوز معايا وعزيز عليا انا، وهادو بزاف ديال الحوايج ما عليناش اخوتي. يدخلونا للحمام بعض المرات، راه الباب راه محدود، راه تيبانوا لك دوك صحابك كذا، راه هما تيعوموا في نفس الحمام. فهمتوني اخوتي؟ واحد النهار اخوتي، مازال ما مشيتش لحي الف على القصه اللي عاودت لكم. واحد النهار، المهم انا ديما اي سيزون واخا نعاود لكم قصه تلقى بعد كاينه قصه اخرى، واخا عاودت لكم هذه القصه ديال هذه وضربت راسي باش مشيت لحي الف وهذه، ولكن هذه القصه ما عاودتش، ما خليتها باش نبدا قصه، خليتها في دماغي. المهم ما عليناش اخوتنا. هي ديك اخوتي، واحد النهار واحد الموظف خير تما، المهم موظفه ديال حيبه عزيز عليهم انا، دوش ديال الناس ديال الباب محلول. هكا تبان لي السيد باللحيه، شافني قال لي النور خليل ولد فلان، ولد الحسناوي هكا. او تنشوف السيد ما عرفتوش اللحيه، وهذا اللاج ديالي، هذا راه اللاج ديالي، قرا معايا في الجامع، والله اخوتي بالله قرا معايا في الجامع، وانا كنت حافظ عليه القران، انا كنت سابقو في حفظ القران. فهمتوني اخوتي؟ ما عليناش تندير فيها ما عرفتوش، مع اللحيه ومده ما تشوفناش. هو هضر مع موظف قال لي
هذاك الموظف اللي تما انا عزيز عليه اخوتي كان معايا في السجن الخميسات باش تسد الخميسات داو تما وهادي بلا ما نجبد السميه ديالو بلا هادي ولد سباسي بليط ولا ربي في العمر واحد الرجل ولا واحد الموظف واحد شكال في شكال وعزيز على دوك الناس ديالها هكا بالتعامل ديالو وكذا ما عمر واخا هما باسلين دوك الناس كيما داروا هذاك في الجوج داك السيد هذاك في الجوج مسكين موظف وهادي هما راه ما فيهمش الثقه وكذا وهادي ولكن هذا الموظف هذا دبلوماسي في دماغو سياسي خطير ما تخافش عليه غير عطيه كارتي ديال دوك الناس ديالها يقيديه ما تخافوش عليه ما يتخافش عليه اخوتي ما عليناش قال لي فين تعرفوا قال لي ودي راه صاحبي هذاك اللي يستر عليك خايب بلان نهضر موظف الاخر ماشي مشكل غير ديك الحمام غير كريوها هي راه الباب تدخل الكارتي ديالك ما عليناش اخويا هو تسلم عليا نلقني كيدير لاباس عليك قال لي ما عرفتينيش فاش قرب لي خوتي الملامح ديال عينيه باين شويه عاقل ما عاقلش ما بلا ما نقول لكم نتوما ومعاك كتبت الدوزه وهذه ما عليناش قال لي انا هو فلان اللي قريت معاك في الجامع واشنو درت فيها ويلي واش انت هو الملقب فلان قال لي كنا صغار ملقبينو بواحد اللقب المهم خوتي ما بغيتش نجبد لا داعي لي ديك الاسم وكذا وهذا ما احتراماتي ليه وصافي ولكن هادشي اللي دار ليا وهادشي فين بغى يطيحني فيه بزاف ما واش هو اللي مغسول ليه الدماغ هكاك او ولكن هذا المهم احنا جايين القصه اخوتي هي ديك اخوتي المهم شنو دار هو اخويا بخير راني لاباس عليك صح المهم تعرفنا هنا علاش جابوك شنو كاين عندك 3 سنين الحبس كذا هادي خصك حاجه هادي انا موجود المهم اخوتي مشى جاب واحد الميكا عمرها هادي المهم هذاك النهار داز شي يومين او 3 ايام انا ديما تنجي الوقت ديك حيبه عاوتاني الباب نحلو عاوتاني ديالهم كذا هادي هو حتى الموظف تكلم الفلان وهادي عاوتاني وقفت لقيت معاه 4 ديال الاخوه تنعرفهمش عرفنا عليهم خويا خليل هذا انا ديك الساعه تنصلي ماشي ما تنصليش ولكن راه تندير الفاني تندير هادي ولكن الصلاه تنصلي ماشي مشكل قال لهم هذا راه قاري القران هذا راه هادي وتيزعما تيشكر فيا وتيمدح فيا قدامهم وهو راه تيقول الحقيقه ولكن ولد الناس انا راه ما قاريش داك الدين اللي قاري انت بالمقلوب فهمتوني اخوتي انا راه عندي في دماغي انا راه عندي عقلي هادي المهم عرفونا الصين كذا هادي خصك شي حاجه خونا اجي عندنا وكذا وهادي وتصلي قلت له ضروري تنصلي الدواء قلت له تناكل الدواء الفاني اللي تنستعمل انا وهادي وهما خوتي شوفوا هاد الناس واش تعرفوا بانهم باش انت باغي تحيد شي حاجه تتبيع الفاني الدراس انت ما مريض ما داير الفاني معاهم صحه باش تبيع الحمقى ب 500 دايرين اخوتي الفاني دايرين عادي ويتجرب في التليفونات ويتجرب في الحشيش ويتجرب لعنة الله وعليهم اخوتي تيدعيو بالدين واسم الدين هما لا غرضهم بغاو يفتنوا الدين ما عليناش اخوتي خصك شي حاجه هادي مشى كذا تستعمل كذا مشاو جابوا لي الفاني اخوتي جابوا لي الفاني هاك مرحبا بقاو هكاك من يومين المهم وليت شنو تندخل نقسمهم السيلون هادي اخوتي والله راه ما يدخلش الحق العام الاخر يدخل عند دوك الناس وكذا وهادي ولكن هادي تنوقف ندخل معاهم نسال السيلون الاول قدام الموظف فهمتوني اخوتي المهم جلسنا ريح واحد النهار اخوتي بداو هما راه ديما فين ما جلسوا معايا غسل الدماغ فهمتوني اخوتي غير انا اي حاجه جبدوها ناقشوها معايا بغاو اللي محللينها هما انا تنجاوبهم بالجواب ديال شرع الله بحال واحد اخوتي معاه شنو هو المنتف ديالو باه سكيري بغا قال لك باش يحارب داكشي المنكروي غيضرب باه لا ما تسكرش نضرب باه انت جهاد في سبيل الله لا اللي تيكون عاق والديه ما تيدوزليش جهاد في سبيل الله انت باك شنو اللي كتب فيه باش تشتراه علاش راه الله سبحانه وتعالى كنتي قاري الدين والديك حاجه وحده اللي ما تطيعهمش فيها هي شرك بالله
وما تقول لهم حتى حاجه فيها. الا قالوا لك كاين شي الله من غير اخر ما تقول لهم حتى شي حاجه. يقولوا لك عبدوا او هادي، لا سمحي لي يا امي، لا انا تنعرف الله سبحانه وتعالى، الله الواحد القهار، الله اكبر، لا اله الا الله. لا ما كانش، لا سمحي لي نهجرها ما نطيعهاش. ولكن فما تبقى في اي حاجه اخرى لا طيعها، ما تهضرش معاها، ما تتصلش، ما خليها بينكم، ما تشغلك فيها. فهمتوني اخوتي كيفاش؟ قلت لي وهذاك دابا اللي بالنسبه للدين دايز الجهاد في سبيل الله يدير، بقاو شويه عارفوا ما عندهم منين يصوروا مني اخوتي حتى شي حاجه. اش داروا لي اخوتي؟ عارفيني نبري بقهوه كحله، ديما عصارات قهوه كحله، ويجيبوا لي حبيبات، ويجيبوا لي هادي ويجيبوا. ودابا هاد خونا في الله اللي تنقول انا كان صديق ديالي وشوف اخوتي وباقي نمسك اسلوب ونفس الهضره، وهادي غير هو تيدخل لك في داكشي اللي بغا هو. ولكن انا تنقول له لا فلان اصاحبي، واش حنا قرينا هاد الشيء هذا؟ واش كلام الله فيها هاد الشيء هذا؟ واش كلام الله فيها هي تموت شهيد في سبيل الله تقتل معك 60,000 واحد ما داروا حتى شي حاجه وتقتل نفسك اول حاجه باش؟ لا داكشي ما، داكشي لا يجوز، داكشي ما داش الاسلام، داكشي مصنوع، داكشي مصنوع من طرف الناس اللي غرضهم يديروا الاسلام تحت الصباط وينوضوا الصداع على الاسلام باش بهذه الطريقه ديال. نتوما كملوا على بالكم، ما تنبغوش نطقوا هاد الكلمات وهادي على حساب اليوتيوب اخوتي. اش داروا لي اخوتي؟ ما عرفتهمش شنو داروا لي. والقهوه كحله اخوتي، داروا لي في القهوه كحله اخوتي شي حاجه شربتها ما نكذبش عليكم، الدماغ ديالي كان غادي يتغسل في خطره، وليت تنفكر التفكير اللي تيفكروا به حتى هما. ليله وحده لا غدي مع الصباح اخوتي مشي. المهم شوفنا هما بغاو المفعول، يشوفوا المفعول ديال داكشي اللي شربوني واش خدام، ضوء عليا وقفت معاهم حدا، ولاو تيهضروا معايا اخوتي كدا. مشيت معاهم تغسل لي دماغي شويه، مشى لي واحد شويه، وليت غادي معاهم، وليت تنحبهم، وليت نتقرب ليهم، وليت بحال بغيت نتقرب لهم بزاف ديال الحوايج. ولكن هما اللي خدموا دمادم شتوني هكاك، علاش تعطيوني الحمقى؟ ما هما خوتي تيدبروا عليا بالفانيد، تيعطيوني واحد النوع د الفانيد سميتو الحمقى، الكوشمار، نعطي عبوا بعض الناس لا داعي لديك الاسم ديالها. هي موديكاتو تتهرسها، اي دواء تشرب معاها تيتهرس، تشرب منها غير حبه وحده. الا كنتي غادي تشرب 4 قرعات ديال الشراب ديال الخمر تسكر تهبط، نعطيك 5 لتر ديال الخمر تشربها بوحدك وما تسكرش، تتكاسي اي حاجه. وعماهم من الله وجاو مع شافوني هكاك وجاو طلعوا فيا وعمروا لي الميكات وعمروا لي هادي وبداو وتهلاو فيا وعطاوني الدواء بالكثره. انا شديت ديك الحمقى بديت تنعلف فيها اخوتي، جلست عطاوني تا حشيوشه، جلست بديت تنكمي، خدمات الحمقى دارت مفعول ديالها، طار داكشي اللي كان، وانا نعيق اخوتي وعرفت شنو كاين. فهمتوني اخوتي؟ هي هذيك. المهم انا عاقت فقط، درت راسي دمدومه غنمشي معاهم بحال ما كاين والو. العشيه المهم تصاطبنا تما، جيت عاوتاني داك البويه لحقاش ممنوع تدخل لداخل، مره تندخل كما قلت لكم. هي هذيك بداو تيهضروا معايا، بقيت غادي معاه بخير خليل عليك شنو غادي وهادي، راه بغيناك تخدم معنا شي خدمه ما في الاول شكون تيجي عندك، شكون هادي. انا تنقول ما تيجي عندي حتى واحد، انا لا توحشت امي وبغيت نشوفها تنعيط لها او نغوت الاخت ديالي او نغوت الاخ ديالي. فهمتوني اخوتي؟ هما بغاو يستقطبوني وكدا، شنو اخويا خليل وشي واحد يتسرس معاك من على برا ان شاء الله، نسيبطو ليه شي صرييب ويجيب لك شي باني زويوان ويجيب لك الكارو ويجيب لك هادي ويجيب لنا حتى حنا واحد الباني ويجيب. شنو درت اخوتي؟ تيغوت لي الموظف تيقول لي تكلم، شنو درت؟ قلت ليه واخا اخويا مرحبا على الراس والعين اللي حبيتوها. درت فيو دخلت بحالي، قلت لذاك الموظف ما تبقاش اخويا تخلي شي واحد من هادوك يوقف تما او توقفني انا تما، هادوك الناس اخاي فلان بيني وبينك
ما تقول ما تهدرنا هذا الله يحن عليك وهادي وهادي شنو عاودت اخوتي من طق السلام عليكم. وما دابا دوك تنقول لكم انا خوتي هادشي محكوم 25 جيب 30 جيب 15 راه مازالين غارقين مازالين. فهمتوني اخوتي؟ الاخر شنو دار؟ قال لي مزيان خليل عقتي وهادي وكذا. المهم اخوتي وصافي بقات هكاك. انا شنو درت ديك الايامات؟ هي ديك نيت مورا ديك الايامات فين غادي كبتها ما عجبنيش داك الكارتي وهادي. هي فين راه كبتها مع المسؤولين وغنضرب عنقي. راه عاودت لكم القصه كيفاش انا وخو امين طومبو مشى ديك الساعه لحي الف صافي هي ديك وانا نتبعو لحي الف. وهذه هي القصه ديالنا خوتنا. والمهم هذه راه نصيحه لخوتنا الشباب. اخوتنا الشباب راه بحال ما هكا حديو راسكم راه كاين بعض الناس شي تعطيك شي حاجه تشربها. انا هاكا خوتي دقت هاد البارتي لا اله الا الله كان الدماغ ديالي غادي يتصل ليا. ولكن الحمد لله ربي سترني. حتى هما حماهم الله هما راه ما عارفينش ديك الفاني راه بانه هيهرس اي حاجه. راه واخا ما نعرف اشنو تاكل راه 3 ديال الصون هذيك من تيقولوا نصو ديال الميله تطيح البغل 3 منها نشربهم ونضرب غير وحده من ديك الكوشمار ما تطيحنيش ما يطيحونيش دوك 3 الاخرين نبقى فايق معاك بحال ما كاين حتى شي حاجه. فهمتوني اخوتي؟ وهذه نصيحه ديما لكم اخوتي الشباب. وهذه هي القصه وحنا ديما مع القصص اخوتنا والله يكبر بكم. تحياتي لك اخويا كريم بيضاوي، تحياتي لك اخويا العزيز، تحياتي لخويا ابو عميره، تحياتي لخويا الجميل ماشي مشكل، تحياتي لك انت اخونا عقالك عارف شنو كاين انت بلا ما نجبد السميه ديالك انت يا الناس اللي انت كذا 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 انت راه تحياتي لك اخويا عقات انتيا بلا. المهم راه ديما القلب سماح دوز حيد. المهم حنا بغينا المحتوى السجون كلشي التعاون كلشي هادي ونسردوا القصص ونوعيو الشباب. الشباب تيتفرج فيك انت تكلاشي هذاك تيكلاشي. شنو تيستافد الشاب؟ شنو تيستافد اخوتي الشاب من هذا الشيء كامل؟ اش تيستافد المتتبع؟ هذا مع هذا حنا هذا المحتوى السجون هذا القصص للعبره. وبنادم بحال تيقرا قصه ديال شي مجرم بحال تيقرا هادي بحال تيقرا وغادي هكاك اخوتي. لهذا هذه هي القصه ديالنا اخوتي. المهم من مورا هذا الفيديو هذا غيكون واحد اللايف اخر اخوتي. المهم اللي تنتمنى لكم نهايه اسبوع موفق اخوتي. خوتنا المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، خوتنا الجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين وكاع شي شهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله وجميع متتبعي محتوى السجون.